أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم في هذه الساعة الجديدة من البوصلة. طبعا نبدأها مع افتتاحات السوق المصرية التي كانت غائبة عن التداول يوم الخميس، وبالتالي كانت الجلسة الأسبوعية قصيرة 4 جلسات فقط الأسبوع الماضي. لنلقي نظرة على الافتتاحات بداية تشير إلى نوع من الإيجابية وارتفاع بأقل من 10 النقطة المئوية على 70 وال100، بينما الثلاثيني يرتفع بأكثر من 10 النقطة المئوية. سنعود إلى تفاصيل السوق في مصر، ولكن قبل ذلك سوف نكون مع أبرز عناوين البوصلة لهذه الساعة. إذا من جديد نعود إلى المؤشرات، ولاحظوا الارتفاعات على ال30 الآن تتجاوز 13 أو تقريبا حوالي 14 النقطة المئوية، 32 نقطة من المكاسب عن مستوى 8288. 70 ما تزال ارتفاعاته ما دون 10 النقطة المئوية، أقل من 37 جزءا من النقطة تقريبا يضيف، أو حوالي نصف النقطة تقريبا حتى الآن. ومؤشر مصر 100 على ارتفاعات تجاوزت الآن 10 النقطة المئوية عند 1065 نقطة. وطبعا بشكل رئيسي من المهم أن نتابع حركة الأسواق المصرية، بالإضافة إلى السيولة التي تتوجه الآن. على كل، في أخبار الشركات، ارتفعت الأرباح الصافية الأولية لشركة مطاحن شرق الدلتا في الأشهر التسعة المنتهية في مارس الماضي بنسبة 218% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، لتصل إلى ما يقارب 55 مليون جنيه. وارتفعت الأرباح الصافية للشركة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2013-2014 بنسبة 363% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، لتصل إلى ما يقارب 30 مليون وربع المليون جنيه. ولمناقشة موضوع البورصة المصرية وما هو المتوقع في الجلسة الأولى من هذا الشهر، محمد جاب الله وهو مدير تداول شركة التوفيق لتداول الأوراق المالية ينضم إلي الآن مباشرة من القاهرة. مرحبا بك وشكرا لهذه المشاركة. بداية لدينا نوع من الإيجابية مع بداية هذه الجلسة، الثلاثين عليه بعض الارتفاعات ب14. ما هو المتوقع للأسواق المصرية في المرحلة القادمة، وخصوصا يعني نحن عم نحكي عن أول جلسة من هذا الشهر؟ طيب خلينا نتكلم على الدعوم بشكل رئيسي. اولا احنا عندنا خلاص تم اعتماد مستوى ال 830 كدعم رئيسي، لان هو بيكتسب قوته من نقطتين. هو كان دعم افقي عند مستوى ال 830، بالاضافه لان هي نسبه فيبوناتشي للتهبيط اللي كان حصل بدايه من يوم 27 مارس اللي فات، وهي تعتبر النسبه الذهبيه. فبنعتمد مستوى ال 830 ده بشكل رئيسي مبدئيا. عندنا مستوى مهم جدا للمقاومة اللي هي القمة اللي كانت حصلت قبل كده عند مستوى ال 8375 تحديدا. بنحتاج شرط أساسي لاختراق المقاومة، وهو أن نتخطى متوسط أحجام التداول في الفترة اللي فاتت، وكان متوسطها تقريبا 800 مليون جنيه للجلسة الواحدة. إن قدر السوق إن هو يجتذب السيولة دي وتخطينا مستوى ال 8375، هنتوجه مباشرة نحو مستوى ال 8400 8450. لو السوق اصطدم بالمقاومة دي وابتدى يجني نوع من أو يحصل عنده نوع من المناوشات أو جني الأرباح، أنا ما أعتقدش إن احنا هنكسر مستوى ال 830، وهنفضل شغالين في الاتجاه العرضي ما بين المستويين دول. بشكل شخصي أنا أتوقع مدعوما ببداية ظهور البرامج الانتخابية لمرشحي الرئاسة إن شاء الله. يعني أتوقع أن احنا في نهاية الأسبوع بعد نوع من المناوشات عند منطقة ال 8375 إن احنا هنقفل الأسبوع ده بإذن الرحمن أعلاها إن شاء الله. طيب أنا سأنتقل إلى موضوع آخر، بما أنه يعني كفيت ووفيت بموضوع المقاومة والمستويات المتوقعة. نحن في عندنا العربية للإسمنت والتي تعلن عن نشر الطرح أسهمها. الطرح هناك عليه بعض ربما الاستفسارات. نحن نتحدث عن 3 شرائح مختلفة، شريحة أولى للجمهور لبيع حد أقصى تقريبا حوالي 6.5% من رأس مال الشركة، طبعا أسهم هنا نتحدث. الشريحة الثانية للمؤسسات المالية والأفراد ذوي الملاءة المالية، كمان عم نتحدث عن حوالي 15-75% من أسهم الشركة أو من الأسهم رأس مال الشركة. والشريحة الثالثة خاصة بالعالمين، الشركة والشركات التابعة والشقيقة. فسر لنا أكثر عن هذا الموضوع.
كيف سيتم وهل هو واضح؟ طيب خلينا نتكلم على العربية، لأن فعلا يعني في أثير شوية من اللغط حواليها. احنا الشركة طرحة تقريبا حوالي نسبة 22% من أسهمها، ده نتيجة تخارج شركة من المساهمين فيها، أعتقد أن هي شركة الأندلس أو أندلسية. الشركة دي بتتخارج من شركة العربية. طيب الطرح دلوقتي القيمة الإسمية لسهم العربية هو 100 جنيه، تم تجزئته إلى 2 جنيه، فاحنا عندنا القيمة الإسمية هي 2 جنيه للسهم. الطرح بيتم، ودي أول نقطة يمكن بعض المستثمرين مش واخدين بالهم منها أو مش فاهمينها شوية. احنا الطرح بيتم بطريقة القيمة العادلة للسهم، مش بالقيمة الإسمية زي ما احنا متعودين. فتم تحديد مستوى ال 8.45 لل 9.45، ده هيكون المستوى او الرينج او المدى اللي بيتم بناء عليه الاكتتاب فيها. طب انا هحدد سعر الاكتتاب ازاي؟ احنا عندنا زي ما حضرتك قلتي عندنا 3 مستويات للاكتتاب. اولهم المؤسسات والافراد ذوي الملاءة المالية. بيتعمل للبساطة نوع من حاجة شبيهة بالمزاد، بناء على المزاد ده ما بين السعرين، ما بين ال 8.45 لل 9.45 بيتعمل حاجة زي المزاد. السعر اللي هيستقر عليه الطرح الخاص اللي خاص بالمؤسسات والأفراد ذوي الملاءة بيتحدد بناء عليه السعر اللي هينزل للأفراد. احنا عندنا المستوى الثاني بالنسبة للاكتتاب هو الخاص بالأفراد. المستوى الثالث اللي هو أعتقد أنه هو نسبة 1% ده لموظفي والعاملين في الشركة نفسها والعاملين في الشركات التابعة ليها. حقيقة 0.22% فقط راح تكون، أقل من 1% تقريبا بالضبط كده. بينما عم نتحدث تفضل. تفضلي. لا تفضل. يعني هو تأثيره على السوق أعتقد أنه هو هيكون تأثير إيجابي، لأن الاكتتابات عامة بتجتذب شريحة جديدة من المستثمرين، فمعناها أن في سيولة جديدة بتدخل السوق من بره السوق خالص. نحن بنحكي يعني عن خمول تقريبا من 2008 بالنسبة للاكتتابات الأولية. طب كيف سيكون تأثير ذلك على قطاع الإسمنت؟ زي ما بقول لحضرتك، هو أولا يعني احنا ناخد تأثيره على السوق ككل، ان هو بيجتذب سيوله جديده من مدخرات او من الناس اللي كانت بره السوق وحابه ان هي تدخل تاني. في ناس بتحب ان هي تدخل اول مره عن طريق الاكتتابات، وخاصه انا اعتقد يعني ان هو هيكون اكتتاب ناجح، لان هو توقيته ان هو نازل فيه والسوق واخد الاتجاه الصعودي او ما يعرف بالاب ترند كويس. فتاثيره مباشره هينصب على السوق في موضوع السيوله. السيوله من اين متوقعينها استاذ محمد؟ فندم؟ من اين متوقعين تكون السيوله؟ من افراد سيوله جديده؟ انا كنت عم تحدث عن مدخرات، فبالتالي عم نحكي عن سيوله جديده. يعني هي سيوله جديده بالنسبه للناس اللي لسه ما دخلتش السوق وابتدت تسمع ان البورصه واخده الاتجاه العام الصعودي، فبيبتدوا هو في ناس نفسيا بتحب ان هي اول ما بتدخل البورصه بتدخل في الاكتتابات. عامه الاكتتابات بتعتبر جاذبه لرؤوس اموال جديده تضخ الى سيوله السوق الموجوده بالفعل. فأنا يعني على المدى المتوسط أعتقد أن هو هيكون التأثير للاكتتاب ده إيجابي. طيب تأثيره على هينصب أولا على الشركة نفسها ثم على القطاع. يعني احنا عندنا 3 مستويات الاكتتاب بينصب تأثيره على الشركة نفسها، وبعدين بيأثر على القطاع ككل اللي نازلة فيه الشركة، وخاصة ان احنا زي ما قلت لحضرتك ان القيمة الإسمية للسهم 2 جنيه في حين ان القيمة العادلة وصلت في بعض الأحيان ل 11 جنيه، وهو السهم لو وصل للحد الأقصى اللي هو 9.45، وده بصورة شخصية أتوقع أن هو هيستقر عليه المزاد أو الطرح الخاص بالنسبة للمؤسسات والأفراد ذوي الملاءة، فهيبقى مغري شوية للدخول فيه. لما ينزل على الشاشة للتداول ويحقق أرباح، الناس ممكن تبتدي تجني أرباحها. السيولة دي ما بتخرجش بكامل القيمة من السوق مرة واحدة، يعني اللي بيجني أرباحه دايما بياخد حوالي 40 ل 50% في السوق الصاعد، بيخرج 40 أو 50% من السيولة المستثمرة، وبيعيد استثمار ال 50% أو ال 60% اللي فاضلة في السوق مرة أخرى. فعشان كده بقول إن احنا هنجتذب سيولة جديدة في السوق في الفترة القادمة إن شاء الله. نعم، وأنا أشكر لك هذه المشاركة. محمد جاب الله، مدير تداول شركة التوفيق لتداول الأوراق المالية. وإلى فاصل قصير.